السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معالجة إرشاد أسري مع إبراهيم. في بنات كتير بتتعرض لفركشة الخطوبة، وبتتألم جدا، وحتى لما بتيجي تتخطب تاني بتتعرض لمشكلات، وبرضو يا الموضوع بيتفركش او الموضوع بيتم، بس بيبقى فيه مشاكل كتير. طيب احنا عايزين نحلل الست الجميلة دي، البنوتة الحلوة دي، عايزين نحلل ليه بتتعرض لكده. اول حالة عندي هنتكلم عنها الست او البنوتة اللي بتقدم لخطيبها الدعم المادي والمعنوي والنفسي، وهو قصاد ده كله بيوافق، وبالعكس كمان مش عاجبه وبيتحكم. هي بتعمل ده عشان هي هدفها نبيل، انا عايزة اتزوج، عايزة يبقى عندي بيت وعندي اسرة. بغض النظر بقى هل في مشاكل عندها أسرية بتهرب منها أو أي مكان، المهم هو شايفاه الملجأ اللي هيخليها تعمل اللي هي عايزاه. تمام؟ طيب النتيجة بتاعتها إن هو مش بيرضى وبيذلها وبيخذلها، وبعد كده يحصل إن هو يقوم سايبها وتتفركش الخطوبة، واتكتبت عليك يا حبيبتي خطوبة، أو الخطوبة اتفركشت. ممكن تتكرر تاني وتتكرر تالت، بس أنا دلوقتي قبل ما تتكرر معانا عايزة نحلل البنوتة دي عملت ايه وصلها لكده، او الست دي عملت ايه ووصلها لان مثلا حياتها تبقى كده، او تكرار الخذلان عندها. لان الخذلان ده مشكلته انه كل علاقة بتخش فيها، حتى لو ناس طيبين او ناس سيئين، بتتذكري فيها كم الخذلان اللي مريتي بيه في العلاقات السابقة، بتستحضريها، بالتالي انت بتشكي انا مش هثق في حد، بس من الاخر عشان انا مش عايزة اتوجع تاني، خلاص بقى. لذلك حتى لو في علاقة خطوبة جت تاني، انا ببقى شاكة في اللي قدامي، يا ترى يا ترى هو بيعاملني حلو، طب بعد 5 دقايق هيعمل ايه؟ هيبيعني على الامه. فانا جوايا في صراع. طيب نمسك سلوك هذه البنوتة ونبدأ نحلله بالراحة. اول حاجة، احنا عندنا في المجتمع الشرقي بنأله العريس اللي جاي، هو اللي معاه فارس احلامي، اللي معاه العصا السحرية، اللي هيفسحني ويخرجني ويخليني اعمل اللي انا عايزاه و و و و و فانا عاملاه اله يا جماعة. حتى لما تيجي تقولي لمامتك ولا باباك يعني انا عايزه اعمل كذا، استني ما تتخطبي يبقى جوزك، ولا تتجوزي يبقى جوزك يوديكي، اعمل كذا كذا، لا لا لا، لما تتجوزي هو هيعمل ويعمل ويعمل. فانتي مستنيه الاله اللي هيجي معاه العصا السحريه اللي هيبدلك حياتك ويخليها لك زي ما انتي عايزاها، فانتي عملتيه اله. ادي اول خطأ، لما يجيلي عريس اعمله اله. لا، هو مش اله يا جماعه، هو انسان وانا انسانه، وعايزه اعرف احط حدود. هو العلاقه باظت ليه؟ رغم اني بجيب وبدفع وبعمل وشغلي كله عليه وعماله هو مش عارف يجيب حاجه وانا عماله ادفع واجيب و طب ماشي، انتي اللي غلطانه. طب غلطانه ليه؟ عملتيش حدود. انت عليك كذا واهلي عليهم كذا، انا ما سددلكش الحاجه اللي عليك. يعني ادخل وبيتي ناقصه حاجات كتير ولا اقل من الناس؟ والله الرضا. انتي الراجل قالك انا قدراتي 1 2 3، تمشي على قدراته.
انت بقى عندك تطلعات وعايزة تكوني افضل وعايزة وعايزة وعايزة، حريتك. الخذلان هيبقى صديقك الصدوق من غير اي مبالغة. طب ليه هيحصل ده؟ لسبب بسيط. ربنا سبحانه وتعالى يا بنتي لما ربنا خلقنا جعل للمرأة دور في حياة الرجل، وجعل للراجل دور في حياة المرأة، وهما الاتنين بيكملوا بعض. ستنا حواء ايه اللي قدمته لسيدنا آدم في الجنة؟ قدمت له الدعم المعنوي العاطفي. أنا واقفة جنبك، أنا بونسك، أنا بقدر تعبك عشاننا، أنا مستشعرة قيمتك. أنت قيمة، مش بالفلوس أو بعدم الفلوس، لا، ده أنت قيمة عندي كبيرة. لما الست يبقى عندها المشاعر دي داخليا هتضرب عند الراجل على طول وتوصل له. النتيجة هيغدق عليها من الماديات ما لا حصر له حسب استطاعته، وممكن يبذل مجهود كبير عشان يوفر لها اكتر من استطاعته كمان. بس انا حاسس واصلني جوايا كرجل ان هي بتقدرني، ان هي عاملاني قيمة في حياتها. يقعد يسأل نفسه، هو انا مقصر في حقها؟ هو انا مش موفر لها الحاجات اللي هي عايزاها؟ هو بيسأل نفسه من غير ما يقول قدامك. الراجل بيعبر للمرأة عن حبه بالماديات. الماديات ايا ما كان نوع الماديات بقى، ما هو الماديات مش كلها فلوس. الماديات مش كلها فلوس. الماديات ممكن علاقة عاطفية، علاقة حميمة، هي نوع من الماديات بتاعته بس للمتزوجة. ان هو تشعري جنبه بالسكينة والأمان. يجيب لك أي حاجة ولو بسيطة. الراجل ما بيعرفش يتكلم ولكن يعرف يجيب لك حاجة إن شاء الله حزمة جرجير، هو عايز يقولك أنا بحبك، وانا نازل الملح خلص من عندك، انا جبت لك الملح اهو من غير ما تقولي لي. ده عطاء، هو عطاء مادي. ما بيعرفش يقول كلام كتير، ما بيعرفش يلفلف. امال فين بتاع الخطوبه ده؟ لا، بتاع الخطوبه ده حاجه وبتاع الجواز حاجه تانية. هنرجع تاني للخطوبه. يبقى اول حاجه انت بتعمليها لما بتديله الدعم المادي، بتوصلي له شعور جواه ان انت جواكي مش حاسه انه راجل، وبالتالي هو بيحسسك ان انت مش ست وان انت ما بتعمليش حاجه، ويقل من قيمتك ويمسح بكرامتك الارض. بس يعني معنى كده طيب اني انا ما اجيبش في بيتي؟ ما انا نفسي بيتي يبقى كويس وفيه 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 وفيه. حقك يا حبيبتي، انا ما اقدرش اقولك لا، ولكن صلحي الشعور الداخلي. انا عارفه ان هو عايز يعمل لي احسن حاجه بس ظروفه مش سامحه، وتوصلي له الرساله دي. انا عارفه ان انت عايز تعملينا احلى حاجه في الدنيا، وتديله القيمه بتاعته. تمام؟ بكده انت بتجيبي الحاجه، بس مش احساسك من جوه ان انت مش راجل وانا اللي بجيب اهو اسمه راجل وخلاص. ده الشعور ده واصل له يقوم ضربك على طول يخذلك. لكن لما توصلي له الشعور الداخلي بتاعك، انا عارفه ان انت راجل وعارفه ان انت عايز تعمل حاجات كتير، ولكن بكره الظروف هتبقى احلى. احنا دلوقتي بنزق حياتنا، وبعد كده ان شاء الله هتبقى ايه احلى، وانا متوقعه انك هتجيب لي كل حاجه. انا عارفه لما ربنا ييسر لك هتعمل لي احلى حاجه في الدنيا. يبقى انا جبت اللي انا عايزاه وما قللتش من قيمته. خلوا بالكم الموضوع ده مش كلام، لازم شعورك الداخلي يقول كده. شعورك الداخلي الذي لا يتكلم يقول كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير اللي في النفس هو تغيير المشاعر الداخلية التي لا تنطق، بس بتوصل بسرعة البرق. يلاقيكي جبتي حاجة يفسرها على دي بتستقل بيا، ما أنا مش راجل.
هي واصل له رسالتك ان انت مش راجل، بس انا ما قلتش كده بلساني، انا ما قلتش. لا، ما هو الشعور الداخلي واصل له. فهمتي؟ خلي بالك، اي علاقة جديدة هتخش فيها مع خطيبك، مع اي رجل، خلي بالك، اخوكي، زوجك، اي ذكر في حياتك، تديله القيمة والقدرة، وهو يديكي الامان المادي ويديكي الحرية. اما بخرج من بيتي انا بخرج حرية، ربنا جعلنا كده. بخرج على حس زوجي، بخرج على حس ابويا، بخرج على حس اخويا، زوجي، ابني. هو ربنا جعلنا كده. الراجل يخرج حرية مطلقة، يخرج في اي وقت ويجي في اي وقت، لكن الست ربنا جابلها ان لازم فوقيها سقف حرية، الزوج او اي ذكر في حياتنا. وساعة لما بتقولي لا ما يهمنيش الرجالة، هم عملوا لي ايه يعني، انتي اللي بتتبهدلي، مش هما اللي بيتبهدلوا. وبعد كده يسيبك ويروح ياخد واحدة تانية، لانها قدمت له ايه؟ قدمت له الاحتياج، قدمت له اللي هو عايزه، ان انت قيمة، انا ما بقدرش اعمل ده، طب ساعدني اعمل الحاجة الفلانية. وصلت له، هي شايفاه جواها ان هو راجل، وسيدي الرجالة انت راجل، انت قيمة، انا ما بقدرش اعمل حاجة، ما بقدرش اعمل الحاجة الفلانية، اعمل لي الحاجة الفلانية، ما اقدرش تحسسيه. لذلك بيقول لك هنا قمة قوة المرأة في الضعف اللي بتقدمه قدام الرجل واحتياجها ليه، بس يكون حقيقي ونابع عن حب حقيقي، وليس اهو راجل وخلاص، دل راجل ولا دل حيط، هجيب كل حاجة، ابوك عمل لنا ايه، امك عملت لنا ايه، امك عملت ايه، في ايه يا جماعة؟ لا، صلحي جواكي عشان ما تتكررش التجربة مرة تانية. الكلام ده يا جماعة بيتقال للمتزوجين برضو مع اختلافات. تمام، شكرا.